لو بتدور على الترند او بتدور على الحاجه اللي خاربه الدنيا اليومين دول وهي المكشكشه، لو عايز تعرف تعملها ازاي وبارخص سعر وبطريقه اقتصاديه جدا وبطريقه تقريبا كده ابسط من البساطه، زي ما انت شايف كده مفيش اي اختلاف خالص ما بينها وما بين اللي بنشتريها ب 500 جنيه او اللي بيقولوا عليها ب 500 جنيه، عشان احنا ما اشتريناش بكده. فتعالى كده نشوف الكلام ده بيقول ايه. مساء الخير. مكشكشه، متخليش حد يضحك عليك وتعالى اخليك تعملها باقل من 100 جنيه. مش هبرق بقى واعمل الرياكشنات والكلام من ده، بس انا حاسس ان طعمها يعني حاجه مختلفه. طعمها جامد جدا. 500 جنيه يا عم، تعالى يا عم اخليك تعملها ب 50 جنيه. تعالى. م? سلام. قبل اي حاجه هتصلي على النبي وتجيب كوبايتين سكر زيك سكر وتنزل بيهم كده في بوله صغيره، بس ده طبعا بعد ما تصلي بينا على النبي. وهتنزل بكوبايه ونص من الميه. هو المفروض في الشربات بنحط كوبايتين من السكر قصادها كوبايه واحده من الميه، بس انا عشان خاطر بحب السكر قليل فحطيت كوبايتين السكر مقابلهم كوبايه ونص من الميه. المهم اول ما يبداوا يغلوا هنزل عليهم بعصير ليمونه واسيبهم 3 دقايق على نار واطيه. بعد ما سبت الشربات بتاعي على نار هادية تقريبا 3 دقايق، هجيب كده اي حاجة عندي او اي معلقة عندي وهبدأ كده اشيل اي حاجة بيضة فوق عشان خاطر ما تسكرش معايا الشربات. وبالمناسبة انا مش محتاج ان الشربات بتاعي يكون تقيل خالص، انا محتاج القوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده بالظبط. عشان بعد كده هكون مجهز عندي اي حلة واسعة وهنزل فيها بنص لتر من الحليب، ويفضل ان الحليب يكون زي ما هو كده زي ما انتوا شايفين، مش متصفي كده ولا اي حاجة، نازل بخير. عليه معلقتين كبار من النشا. وخدوا بقى التركايه اللي بتودي الطعم في حتة تاسعة. معلقة كبيرة من الكاستر اللي هو بيكون بطعم الفانيليا ده، بيفرق في اللون وفي الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. لو مش موجود أو مش متوفر احنا ممكن نستبدله بمعلقة نشا كبيرة، ونبقى الخطوة دي كأنها مش موجودة، كأنها اختيارية. بدل ما هنحط معلقتين من النشا هنحط 3 معالق من النشا. وملحوظة في السريع كده، اللبن اللي أنا شغال فيه ده لبن بارد، يعني مش سخن ولا دافي خالص، لأ بارد وطالع من التلاجة كمان زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. المهم هنمكس المكونات كلها مع بعض ونتأكد ان ما عادش في حاجة في قعر الحلة كده، وكله داب مع بعضه عشان خاطر النشا بيترسب في قعر الحلة، فاديها ضربة في المظبوط وتأكد ان كل حاجة دابت مع بعضها. بعد ما اتأكدنا ان كل حاجة اتمكست مع بعض وكل حاجة دخلت في بعضها، هنركن الخليط ده على جنب. اول حاجة هنحتاجها كوباية عصير فريش من البرتقال. وهنا بس انا كنت بوريكم ازاي عصرت البرتقال بتاعتي جامدة وما بتسيبش اي حاجة فيها. بعد الكوباية البرتقال هنجيب 4 معالق كبار من الزبدة. وكمان هنحتاج معلقتين كبار من اللبن البودر، والخطوة دي اختيارية تماما، احنا بس بنحطه عشان يعزز معانا الطعم. 4 معالق كبار من سكر البودر. كوباية مية سخنة. بعد كده بقى هنجيب الخلاط وننزل فيه بالمية وبالبرتقال وبالزبدة وبلبن البودر وبسكر البودر، ونديهم خلطة في السريع. وده كله طبعا، وهنسيب اللبن والنشا اللي احنا خلطناهم على بعض على جنب زي ما هم. بس متشكرين. بعد ما خلطناهم كويس جدا هنجيب بقى الخليط بتاعنا اللي هو اللبن على نشا، ونديهم خلطة كويسة كده بالمضرب اليدوي ونتأكد ان كل حاجة دابت في بعضها. على نار متوسطة بقى، وهترفع الخليط ده وهتديله تقليبة كده طول ما هو على النار، ما تسيبوش خالص لحد ما يبدأ يتقل معاك ويبقى بالشكل اللي انت شايفه ده كده بالظبط. واهم خطوة هنا احنا محتاجينها عشان خاطر ما يكونش الخليط بتاعنا فيه فقاعات او فيه كده كلاكيع صغيرة، فانا محتاجك على طول ما هو على النار انت شغال ضرب بالمضرب، ما تسكتش خالص، ما توقفش لحد ما الخليط بتاعنا يوصل للقوام ده، لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. هنطفي عليه، نجيب اي بولة تانية كده واسعة عندنا ونبدأ ننزل بالخليط كله فيها، ونكون مجهزين عندنا كيس نضيف كده ونبدأ نغطيه بيه من على الوش. والخطوة دي ليه؟ عشان خاطر يا صديقي ما ينشفش من فوق كده ويعمل طبق. وهتسيبيه على جنب لحد ما يبرد تماما. هنجيب نص كمية الجلاش اللي هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا وهنبدأ نحطها تحت الصينية كده اللي هنستخدمها. وبأي سكينة عندك هتبدأي تقص الجلاش كده أو تقطعيها على مقاس الصينية. أول خطوة هنعملها وهي إننا هنبدأ ندهن الصينية كده كويس بالسمنة، وبالمناسبة أنا استخدمت هنا نص كوباية من السمنة. هبدأ أحط كده رقة من الجلاش وفوقيها هبدأ أدهنها دهنة خفيفة عشان خاطر ما تكونش معانا سمينة وما تكونش تقيلة، برضه في ناس معدتها بتوجعها أكيد. أهم حاجة بين كل ورقة والتانية هندهن دهنة خفيفة كده من السمنة عشان تورق معانا كده وتتنفخ. بعد ما خلصت نص الكمية اللي هي هتكون في الأرضية من تحت، هبدأ أجيب الحشو بتاعي كده وهيكون بيتهز كده وجميل ومش تقيل خالص، واللي هو بيكون نفس قوام الجيلي كده بيتهز. هدهن أول ورقة من الجلاش وهبدأ أكشكشها بالطريقة اللي أنت شايفها دي كده بالظبط، ومش هحط سمنة كتير خالص، يا دوب دهنة بس عشان خاطر التوريقة وعشان خاطر اللون الذهبي الجميل اللي احنا بنشوفه ده.
وبالنسبة لطريقة الكشكشة، هي في الأول هتكون صعبة بس هي بالطبع سهلة جدا جدا، وشوف هي بتتعمل ازاي. تمسكها كده، واحدة من فوق واحدة من تحت، 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 اهي 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 اهي. ماشي، وتقوم رايح جاي ايه. رصصها في الصينية زي ما انت شايف كده بالظبط، على مهلك بقى وبالراحة، صباع من فوق وصباع من تحت، وزي ما انا قلت لك كده، وهتعمل الكمية كلها. بس ما تنساش ان كل ورقة بتديها دهنة سمنة بسيطة. بعد ما كشكشت الدنيا كده وخلصت الكشكشة يا صديقي، هتحط معلقة زبدة على شوية السمنة اللي فاضلين معاك كده، وهتبدأ من فوق كده تديها دهنة بسيطة، وتفضي كل اللي معاك بقى عليها كده عشان خاطر تدينا لون ذهبي رايق كده. بعد كده هتشغل الفرن على درجة حرارة 180 يعني متوسطة، تكون مشغله قبلها ب10 دقايق لحد ما يسخن. اديها لون ذهبي من تحت الأول، وبعد كده حطها على الشواية، وهتطلع معاك بالشكل ده كده بالظبط بعد 25 دقيقة من تحت و10 دقايق على الشواية. هنجيب بقى الشربات بتاعنا بعد ما تقل كده بقى بارد. اول ما نطلع كده الجلاش من الفرن، هنبدأ ننزل على طول بالشربات البارد بتاعنا عليه، ونتأكد ان الشربات اتوزع كويس على كل مكان في الجلاش. اسمع بقى كده، اسمع اسمع. تقريبا عملنا المقرمشة. المهم جبت شوية من الفول السوداني وحمصتهم كده في الفرن. انتوا عندكم فستق لوز اي مكسرات حطوا على طول. حطيتهم كده على الوش وبدأت اقطع فيها، وانا كنت بقطع وهي سخنة. انتوا سيبوها لما تبرد، نصيحة يعني هتكون احسن معاكم بكتير يعني. جماعة الحشو ريحته رهيبة، يعني فوق الرهيبة بشوية. وبس خلاص، دي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. وما تنساش اللايك والشير، وما تنساش الاشتراك في القناة، وتنورني دايما. ولو وصلت معايا لحد هنا فكنت عايز اقولك خد قلبي يا عم، سلام.